شهيب هر آیه قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاجبی آلا کردن جنده برده تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاجبی آلا کردن جنده برده تاجبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مثلبین دیلیمان و قادیمان هر اجتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاجبی آلا کردن جنده برده تاجبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جنده برده تاجبی آلا کردن جنده برده تاجبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا راح مرقى راح مرقى راح مرقى راح مرقى موت وحياة بقد مستوية ما فارقة راح مرقى راح مرقى قدامك هنا الميلاد مساء الخير أعزائي المشاهدين، أحييكم مجددا من قناة بيف تي في، قناة الاتحاد العام للصحفيين والكتاب الكرد، وبرنامج أزوتا. وهذه الحلقة هي حلقة متميزة لأنني أستضيف ضيفات متميزات ينشدن الجمال والإنسانية والمحبة بين البشر. التناغم بين أصول البشر يشكل نواة أساسية لبناء المجتمعات، ولإحداث هذا التناغم لا بد من التفاعل الثقافي بين المجتمعات المختلفة، وهذا التفاعل الثقافي هو الذي يؤدي إلى تطور المجتمعات في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية. والإحداث هذا التغيير يتطلب جهود وجاهزية مجموعة بشرية تضع على عاتقها إحداث هذا التغيير والقيام بهذا التفاعل الثقافي، وأشخاص يمتازون بالحس الإنساني العالي لمشاكل البشرية. ونحن في العالم النامي، ونحن ننتمي إلى العالم النامي، الدول النامية،
لدينا مشاكل وهموم مشتركة، مشاكل حياتية ومشاكل إنسانية. ما هذه البلدان التي تعاني من الحروب التي تخلف الفقر والتخلف، تخلف مشاكل بيئية وغذائية، تخلف مشاكل في الماء والكهرباء، تخلف مشاكل في انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق المرأة والطفولة والإنسان عموما. بالطبع من هؤلاء الناس الذين وضعوا على عاتقهم هذه البحث في هذه المشاكل وإيجاد الحلول فيها، لدي ضيفة متميزة جدا امتازت بحس عالي وبركيزة ثقافية وفكرية وبمخزون عالي من المشاعر الإنسانية، إضافة إلى الجهد الفكري والاجتماعي والبحث الحثيث لإيجاد هذه المشاكل. هي الدكتورة إشراقة مصطفى حامد. أحييك الدكتورة إشراقة في هذا البرنامج، ويسعدني جدا أن تكوني ضيفة على قناة كيف تي في. مرحب بك نجاح، وأنا سعيدة إنه أكون ضيفة اليوم في قناة كردية، وده تشريف بالنسبة لي لأنه دي أول مرة يعني يكون في حدث زي ده، وده حدث بالنسبة لي تاريخي حاظل أحفظه. شكرا. والله هو حدث تاريخي بالنسبة لنا أنه نلتقي بقامة فكرية وعلمية. هذه القامة لديها الكثير لتقدمه وكثير مما قدمته. يعني من هل أحب أنه أنوه للسادة المشاهدين، طبعا أرحب بكل المتابعين اللي بيتابعونا، وبتمنى أنه تكون هالحلقة ذات فائدة ومتعة أيضا، لأن لقائنا فيه الكثير من الحب والمعرفة والجمال، إضافة إلى التفاعل الثقافي الذي ننشده. الدكتورة إشراقة، بدي طبعا أنت حائزة على الكثير من الخبرات الثقافية والعلمية، وحائزة على الشهادات العلمية أيضا، وأكيد حلقة أكثر من ساعة لن تسعفنا أن نقدمك للجمهور، ولكن أنا أخذت بعض النقاط المعينة. الدكتورة إشراقة هي دكتوراه حائزة على دكتوراه في العلوم السياسية، كلية الدراسات الاجتماعية من جامعة فيينا، وماجستير في الإعلام وعلوم الاتصالات أيضا في جامعة، بعتقد في جامعة فيينا دكتوراه. نعم، جامعة فيينا. نعم. طبعا حائزة على الكثير من مثلا في دبلوم في سياسة التنوع، وكثير من الشهادات الأخرى، إضافة إلى الخبرات العلمية، إضافة إلى البحوث والترجمات، إضافة إلى العديد من الإصدارات من الكتب والروايات والمجموعات الشعرية. دكتورة، أنت طبعا لديك هاجس التشبيك، هاجس التفاعل بين المجموعات البشرية، بين الثقافات أو المجتمعات المختلفة. لنبدأ من الورشة التي جمعتنا. طبعا السادة المشاهدين لو يعرفوا أنه، طبعا المشاهدين والمشاهدات لو تعرفوا أنه نحن قضينا أكثر من 6 أسابيع مع الدكتورة إشراقة، هي كانت مشرفة على ورشة الكتابة الإبداعية. لنبدأ من هذه الورشة. دكتورة، من وين اجت فكرة كتابة فكرة هالورشة؟ يعني من وين اجت؟ ليس سوانا من يكتب سيرتنا. شكرا مرة أخرى نجاح. والفكرة هي فكرة قديمة حقيقة. ربما كانت دي هي المرة الأولى في أزمنة كورونا، وأنا أقول أزمنة لأنه في أزمنة داخلية لهذا الظرف الصعب. الفكرة بدأت تقريبا كفكرة في 2005 يعني. نعم. وخليت على الجنبة، وتاني يعني رفعت رأسها في 2008، لكن بدأت تنفيذها في 2015 لما قدمت في مؤتمر كان في مدينة لينز اللي فيه وساكنة فيها زميلتنا وصديقتنا ماريا عباس اللي حتكون اليوم أيضا معنا. كانت الفكرة إنه كان عن اللغة، يعني الإشكالات اللي بيعانوها المهاجرين والمهاجرات عن اللغة، مش فقط اللغة اللي احنا بنكتبها، إنما اللغة اللي احنا أصلا قادرين نعبر بها، واللغة هي فيها أبعاد سياسية. فأنا طرحت المشروع إنه ليس سوانا يكتبوا سيرتنا،
كانت الفكرة في الأساس يعني أنا الوحيدة اللي بقدر أكتب حكايتي كمهاجرة. مشيت على النار، كافحت، ناضلت. ففي تجارب شبيهة، نفس التجربة اللي أنا عشتها عاشوها نساء مهاجرات أخريات. فمن هنا جاءت الفكرة. وأنا أيضا يعني كانت في تقريبا سنتين كانت في برضه ورش عمل إبداعية باللغة الألمانية. كانت يعني دي دفعتني أكثر في إنه يعني أسهى في هذا الطريق. تقريبا ورشتين. ورشة كانت قبل سنوات بعيدة في أول مدينة، يعني من حسن الصدف إنه أول مدينة أنا سكنت فيها لما جيت النمسا سنة 93 اسمها هولبرون. فكان استخدمت منهج إنه اسمه يعني بالألماني أنكر ميثود، اللي هو المنهج بتاع الأنكر، اللي هو إنه أنا بدل ما أسهب معاكي في اكترار المآسي والأحزان، أسهب معاك في طريق آخر إنك تكتبي عن ذاكرة حلوة، عن تفصيلة حلوة في حياتك، لأنه دي بتدي يعني بتعمل تعزيز للنساء، وخصوصا كان البنات صغيرات في السن. وفعلا يعني الورشة نجحت، حتى من الانطباعات اللي هم كانوا بيقولوها، حتى ملاحظاتي أنا نفسي يعني قبل وبعد. بعدها كانت قبل الكورونا، يعني الإغلاق الأخير، كانت في مدينة غراتس، قدمتها أيضا لعدد من المهاجرات من جنسيات مختلفة، وبدعوة من منظمة إيسوك، منظمة كبيرة جدا موجودة في مدينة غراتس. بعدها يعني الشغف، كنت في ندوة تقريبا في لينز، وهناك تعرفت بالصديقة الكاتبة والشاعرة ماريا عباس. وبعدها يعني جاءت الفكرة إنه ممكن نحن يعني إذا في بالإمكان إن أقدم هذه الورشة لنساء كرديات من سوريا. وطبعا كانت بالنسبة لي فرصة كبيرة إنه يتم تشبيك ما بين بنات مندي اللي هي المنصة أنا بادرت بها، وبتشتغل في كل الاتجاهات المرتبطة بالفن وبالتشبيك. وفعلا بدأت الورشة كأول عمل مشترك بين بنات فنون بنات مندي وأصوات نسوية كردية. وأنا حقيقة سعيدة جدا، وبشكر ماريا إنها أتاحت لي هذه الفرصة إنه أتعرف على نساء كرديات عظيمات، جسورات، مثقفات. فكانت بالنسبة لي عوالم، يعني كأني بكتشف عوالم جديدة، عوالم مختلفة من النساء الكرديات. فأنا سعيدة جدا يعني بالعمل ده وبالتجربة دي. وفعلا التجربة كانت ناجحة، بدليل إنه في النهاية طلعت ثمرتها في كتاب. سعيدة إنه في طيلة فترة الورشة يعني ضحكنا معا وبكينا معا وتنفسنا ولحمت أنفاسنا، يعني كانت حقيقة تجربة مسهلة بالنسبة لي. حسيت إنه يعني كل واحدة فينا يعني نبت لها ريش وحلقنا مع بعض، وعندنا أشياء كثيرة مشتركة. والفكرة إنه كل واحدة فينا لما كل واحدة كتبت فصل من سيرتها، إنه يتم التشجيع، يكون سبب لإنه كل واحدة تكتب سيرتها مكتملة. والآن يعني صديقتنا زينب خوجة أنجزت سيرتها، يعني ده أكبر أنا بفتكر، وإن شاء الله كلنا حنعمل الحاجة دي. وليس سوانا يكتب سيرتنا، هو أصلا من العنوان مشروع سياسي بحت، يعني صحيح الأدب هو طريقنا له، لكن القضايا الموجودة، قضايا الهجرة وقضايا المنافي والمشاكل اللي بنعانيها كلنا، إنه نحن حقا في إنه نحن نكتب سيرتنا وندونها ونخليها للتاريخ، إنه ليس أقدر منها، وهو مشروع إن شاء الله حيستمر. فمن هنا جاءت الفكرة. طبعا تحياتنا للمنصة بنات مندي، وانت صاحبة الفكرة وصاحبة المبادرة لهذه المنصة والمنسقة العامة لها. وما تقوم به فعلا هو يعني مشروع كبير، يعني مشروع جميل جدا. يعني بعد ورشتنا كانت هي الورشة الأولى اللي كانت بين الكرديات والسودانيات الجميلات، وبعدين مع السودانيات والإريتريات على ما أظن، وحاليا أيضا مع السودانيات والمصريات والكرديات. يعني شيء جميل جدا. قريت لك في إحدى مقالاتك كتبتي أصبت
أصبت بالتشبيك، الخيوط التي دلتني يعني إلى عوالم أخرى. يعني هي مقولة جميلة جدا. طيب شو هي العوالم اللي اكتشفتيها في هذه الورشة أو في الورشات اللي أنت بتتابعيها وبتشرفي عليها، وخاصة ورشة الكرديات والسودانيات؟ هي طبعا عوالم مشتركة، يعني في نفس الوقت المهووسة فيه، وأنا ممكن يعني هوس جميل بالتشبيك، مهووسة أيضا لأنه التشبيك هو طريق لإدارة التنوع. إدارة التنوع، نحن شعوب متنوعة، شعوب مختلفة، فيما يجمعنا، اللي يجمعنا هو أكثر من اللي يفرقنا. وخصوصا نحن القضايا النسوية في مشاكل كثيرة جدا. نحن يعني كل ما نقترب من بعض كل ما تتسع آفاقنا لحل الإشكالات المحددة. مصائرنا واحدة، يعني مهما كانت أوضاعنا في بلداننا، لكن هنا على أرض الواقع في أوروبا مصائرنا واحدة. وهذه المصائر إن لم نواجهها بقوة الكلمة، بقوة الفكرة، بقوة العمل، ما حنقدر نمشي خطوات للأمام. فالتشبيك يعني فكرة برضو يعني ممكن من سنين على مستويات مختلفة، وأنا بحمل لأنه أنا يعني بحمل جواي هويات مختلفة، يعني كسودانية أتحدث اللغة العربية كلغة مسلمة، كنت زوجة، طليقة، كاتبة، يعني في أشياء كثيرة بتجمعني مع شعوب، مع فئات مختلفة من العوالم. الأدب والترجمة هو اللي فتح أمامي الآفاق، إنه أتجاوز كل الحدود، يعني أتجاوز كل العقد اللي هي اتوجدت وأنا ما عندي فيها يد. عقدة اللون، عقدة الشكل، عقدة العمر، العقد اللي بيسمعها الإنسان أصلا، لأن إحنا خلقنا أحرار كنساء وكرجال. فدي الأفكار. وطبعا ممكن يعني صغارنا بخافوا من العناكب، وأنا بحب العناكب لأنه العناكب هي يعني القدرة على التشبيك، قدرة مسهلة. القدرة على الغزل. نعم، القدرة على الغزل بهالأصابع الصغيرة وهذه الأطراف، يعني بالضبط. بتعمل شيء بوقت قصير جدا، تبني بيت، بالضبط. تعطي قوة. دكتورة، في يعني كثيرا لما كنا بنحكي بالورشة وأنا وياكي كمان لما حكينا، في عندك مقولة أحب فعلا أنه تقال على هذا المنبر، أنه عندما تصفعني الحياة فأنا لا أعطيها خدي الآخر، لا بل أجعله يزهر. هاي الشخصية اللي جعلتك قدوة وخلتك تاخدي أو تتوجي بأعلى جائزة أعطتها لك الحكومة عاصمة فيينا، وهي جائزة الميدالية الذهبية لحكومة عاصمة النمساوية فيينا، وهي أعلى جائزة تمنح على مستوى الدولة، وذلك في عام 2019. شو اللي خلى يعني مش سهل انه الواحد في بلاد المهجر يثبت نفسه وتثبت نفسها كمهاجرة، مثل ما قلتي، مهاجرة تنتمي إلى الدول النامية، تنتمي إلى القرن الإفريقي وتحمل همومها ومسؤولياتها. شلون يعني شو هالطاقة اللي عندك اللي خلتك تثبتي نفسك في المجتمع النمساوي؟ طبعا ده سؤال مهم جدا. يعني هي الفكرة، يعني طبعا الأشياء دي ولا شكل الطاقة دي ما جات من فراغ. يعني أنا جاية من بلد، من تجربة عميقة جدا أسست لها الحركة النسوية والنسائية السودانية. جاية من واقع، يعني أنا تشبحت بالثقافة السودانية، تشبحت بالأدب السوداني، تشبحت بالتشبيك الموجود داخل السودان، بالتنوع الموجود داخل السودان. الإسهام الحقيقي يعني تجربتي داخل الحركة، داخل الاتحاد النسائي السوداني، وزمان كعضوة في الجبهة الديمقراطية، وأيضا كنت عضوة في الحزب الشيوعي السوداني. فأنا أفتكر إنه التجربة دي هي كانت الأساس. ومؤخرا الجمعيه السودانيه لحمايه البيئه، ودي يعني كانت نقله كبيره جدا في طريقه تفكيري، في الانفتاح على عوالم مختلفه، للنظر للكون ده باعتباره انه وحده واحده. هنا ده الاساس. لما جيت هنا حقيقه انا جيت وفي اساس فكري واساس ثقافي.
لكن هنا يعني انفتحت على العالم، ونحن نعرف انه الانفتاح على العوالم دي ليس بالامر السهل. يعني مساله اللغه مثلا، مساله المعادله، مساله يعني كل الاشياء مرتبطه. انا كنت محظوظه اني اتحصل على منحه من معهد الافرويشن والحركه النسائيه الكاثوليكيه مجرد ما وصلت النمسا يعني. واللي نفعني انه انا اتحصل على المنحه هي نشاطات الداخل السودان. يبقى الانسان لما يكون نشيط في بلده هنا بيكون مفيد للعوالم دي. لكن المسألة ما كانت صعبة طبعا. تعرضت لتمييز، لعنصرية، نافحت، عشت يعني ممكن أكون عشت فقري أنا هنا ما في السودان ما عشته مثلا بالشكل اللي هنا، لأنه بتكوني أنت هنا ضاغطة نفسك عشان تقدري يعني. صحيح عندي منحة لكن أنت عندك أسرة هناك، والمنحة يعني كل المساعدات اللي بتجي في أوروبا بتكون محسوبة بالسنت، إنه شنو اللي تاخدي وشنو اللي ما تاخديه. فبدأت يعني الأعمال من البداية تقريبا من سنة 94 خلصت اللغة، وحتى ما كنت بعرف أتكلمها حين أنجزت معرض مشترك اسمه حماية البيئة تحتاج لا تعرف الحدود، وكانت مع مؤسسة إرشادية في مدينة هولبرون. دي كانت البداية. لكن أنا يعني بقولها ودائما بكررها إنه إذا عندي أي فكرة مجنونة لا يمكن أن تنفذ إذا لم أجد إنسان يؤمن بهذه الفكرة المجنونة ويدفعني للأمام. أنا دفعوني ناس كتار جدا للأمام، ناس كثيرين جدا سندوني، وناس كثير جدا برضو جرحوني، ده برضو بشكرهم. وده اللي بقوله إنه يعني الحياة صفعتنا كثير. يعني أنا شخصيا صفعتني، لكن ما بديها خدي الآخر عشان تصفعني. صفعتنا كلياتنا. مكان الصفعة بتخليها تتراجع عني. بعدها بدأت نشاطات مختلفة في داخل حركات النساء السود، في المجتمع النسوي، في الأدب. أخيرا يعني مشاريع برضو على مستوى عالمي. الأدب هو والترجمة كانت المدخل. قضايا مثلا زي قضايا الإرهاب، يعني في سنة 2015 كان الضربة اللي حصلت في فرنسا، فكان لابد أنه يكون في دوري في انه الدور ده. يعني انا درست علوم سياسيه، لكن انتبهت في السنوات الاخيره انه السياسه دي ممكن نحن نمارسها باشكال مختلفه. وفعلا ترجمت نصوص من الخليج، النصوص اسمها المجموعه الشعريه او مختارات من نماذج شعريه مختلفه، اسمها سميتها سيمفونيه الربع الخالي. وجا وفد من سلطنة عمان ومن الأمارات، وكان مؤتمر. يعني مؤتمر كان هو طبعا كتاب أدبي، لكن اتخلق منه مؤتمر متكامل. وتمت استضافتهم في البرلمان فيينا وفي الخارجية النمساوية ورشة عمل، وبرضه مع جنسيات مختلفة. يعني أنا بهمني هنا إنه التشكيلة بتاعت هويتي إنه كل النساء اللي أنا بعرفهم تحديدا انه يتم يعني كنا مع بعض. وده هم طبعا الكلام اللي اتقال في يوم الجاء يوم استلمت الميداليه، انه القدره على التاثير في المجتمع النمساوي. وهي يعني انا سعيده لانه ما ميداليه تعطى لاي انسان. وكون اعطوني لها دي ما لا يعني انه هي لاشراقه، انما يعني لكل مكونات اشراقه. أي مكون فيني هو له هذه الميدالية، وخصيت بها شهيدات وشهداء الثورة السودانية. تحياتنا للشعب السوداني والرحمة على كل شهداء الثورة السودانية، ونتمنى أن يعني تتعافى كل الشعوب الدول النامية. نحن بنعاني يعني كشعب كردي أيضا. لما يعني انتبهت للتفاعل، وكلياتنا انتبهنا للتفاعل بين الكرديات وبين السودانيات في الورشة، وشفنا قديش نحن متشابهين. يعني هالشعوب قديش متشابهة في همومها، في مشاكلها، في أحلامها، في طموحاتها. ف يعني هالورشة دكتورة، بدنا نرجع كمان للورشة، خلتك أكثر شيء يعني قريبة للشعب الكردي من خلال هالورشة؟ مؤكد طبعا. يعني تعرفتي أكثر يعني للشعب الكردي واللي بيعانيه، والإبادات اللي صارت بحق هالشعب، واللي بتصير حاليا كمان، وبتصير فيه للأسف يعني تعتيم إعلامي عالمي لكل الأحداث اللي بتصير خاصة في الآونة الأخيرة.
طبعا يعني في البداية بقول يعني تحية للشعب الكردي أينما كان، وكامل تضامني مع الشعب الكردي. وحنجرتي هي مكان لأي أصوات تم قهرها في هذا العالم، حنجرتي مكان آمن لها. يعني بالنسبة لي كان حقيقة مكسب كبير جدا إنه يعني أعرف كثير من الاشكالات، وكثير من صاحبات الامر. يعني انا كنت يعني كل مره بندهش من كل واحده من النساء الكرديات اللي شاركن، يعني القدره على التفكير النقدي، القدره على الشوف البعيد، القدره على التبصر، حتى القدره على تحويل الالم لطاقات ايجابيه. كل النصوص اللي اتكتبت وضماها يعني الكتاب نون المنفى سيره نساء من هناك، كان يعني كل ما نعم. اقرا هذا منه الكتاب احس انه يعني دي تجربه حقيقه يعني يجب ان تترجم للغه الالمانيه وللغات اخرى. وانا وعدت في انه هشتغل عليها، وان شاء الله لشهر 9 اذا ما حصل لوك داون ثاني يعني ماشي في الموضوع، يعني انه تترجم بعض المقاطع ويكون في مؤتمر يجمعنا نحن هنا في فيينا. يعني مش فقط نساء كرديات، سودانيات. وطبعا بتكوني لاحظت لانك كنت ايضا من النساء الكرديات اللي دعيتهم للورشه مع صديقاتنا الاريتريات. كم الفرحه اللي انا كنت حاساها في النساء الاريتريات والكرديات وهم بيحكوا وانتم كنتوا بتحكوا انه التجربه مشتركه. يعني نعم. كأنما إنه المرأة الكردية كانت في إريتريا، وكأنما النساء الإريتريات كانوا حاملات أيضا السلاح ودافعوا عن حقوقهم كأنهم نساء كرديات. وده بوضح إنه العالم ده جميل، العالم ده فيه براحات واسعة لكل الناس، نعم. بغض النظر عن ألواننا، عن إثنياتنا، عن أدياننا، عن نوعنا. لكن هو الجشع، طبعا الجشع الموجود في العالم هو اللي بيعمل كده. لكن أنا واثقة تماما إنه حركة الوعي اللي أنا لمستها الآن في النساء الكرديات، والتناغم اللي حصل مع السودانيات اللي كان داخل الورشة، وشكل تبادل الأفكار، تبادل الرؤى، احنا اكتشفنا في حاجات كثيرة جدا بنشبه بعض فيها، في افكار كثيره جدا نحن ممكن يعني نشتغل عليها للامام. حتى الاسماء، يعني انا مرات في ايام ما اقدر انام ببحث يعني الاسماء، معنى كلبهار، معنى هيفرون، الاسماء الجميله يعني معنا مهوش ومعنا زينب، معنا قلبهار، الكل بيتابعوا مرحبا بتابع كلهم. وانا بعلن يعني محبتي المطلقه للنساء الكرديات. بكيت كثير يعني الحصل في كوباني، وقدرة صديقتنا هيفرون على الوصف، قدرتك أنت أيضا على الوصف، القدرة فرحة وصبيحة، يعني نجاح، مهوش، ماريا، شادية، سناء، مريم. يعني كان تناغم وأفراح، كان تناغم ما سهل على الإطلاق. نعم. وده حيكون يعني بداية لمشروع احنا يداب ابتدأنا. طبعا ونحن كمان يعني بنحبك كثير، ويعني كانت تجربة غنية جدا صراحة. أنا يعني هالتجربة أضافت الكثير كثير، يعني إلنا كلياتنا وأنا شخصيا يعني استفدت منها كثير. في تعليق لمهوش، يا ريت الكنترول يحطوه على الشاشة، بدي أقرأ. طبعا تحياتي لكل المتابعات وكل المتابعين وكل اللي بيكتبوا لنا يعني تعليقات، ويمكن ربما بعض الأسئلة. تحياتي لكم كلياتكم. مهوش تقول الدكتورة إشراقة إنسانة مناضلة، مبدعة، ملهمة للقيم الأجمل التي غابت في الحقبة الأخيرة كالتضامن العالمي والتشبيك مع الأخريات والآخرين، روائية كبيرة ومدونة لحكايا الكادحين، ونسوية فكرا وسلوكا. دكتورة طبعا في تحيات كثير يعني بتيجي على الشاشة ولا يتسنى الوقت انه نقراها، بعتذر يعني من المتابعين والمتابعات، وان شاء الله لو يتسنى الوقت راح نرجع اذا في اسئله ايضا يعني راح نطرحها على الدكتوره. دكتوره انت لك تجربه غنيه في المهجر يعني كمهاجره،
وعانيتي من التمييز العنصري. حضرتك يعني أخذتي على يعني حزتي على شهادة الماجستير في الإعلام، وعادة في النمسا يكنى الشخص بما يحمله من شهادة، يعني يقول يا حاملة الماجستير، ولكن في الواقع أنا قرأت في إحدى مدوناتك أنه في أحدهم أو بعضهم من وعي أو بدون وعي لم يكن يعني بناديكي بهالصفة. ولما سألتي أنه ليش هل أنت أخذتي هالشهادة هون، يعني تصوري لهذا، يعني شو كان ردك وشو كان، يعني يا ريت تحكي لنا شوي عن تجربتك مع العنصرية وكيف واجهتيها وكيف واجهتي التحديات في مجتمع لا زال يحمل في ثناياه التمييز العنصري والتمييز الإنساني بحق المهجرين والمهاجرين. طبعا العنصرية دي كانت بتحتاج لحلقة قائمة بذاتها. هي طبعا العنصرية هو نظام، يعني نظام موجود يعني من خليقة الأرض وحيكون موجود، ونحن حنكون موجودين جيل ورا جيل نكافح ضدها. أنا عانيت كثير جدا، ممكن لأنه في الزمن اللي أنا جيت فيه ما كان في نساء سود كثير في النمسا. مع الوعي انه انا كنت عارفه وقتها انه ما بنقدر نمشي خطوه للامام ما لم ننظم نفسنا، وده كان السبب في انه انا وصديقه كاميرونيه بياتريس اشليكي ناشطه جدا، هي الان خلت النمسا وتحيه ليها وهي في جنوب افريقيا. فكرنا انه نكون منظمه. ليه؟ لانه شكل المعاناه، يعني احنا كنا حابين انه نحن نكون قاعدين في حته امنه من بلدان افريقيه مختلفه، او حتى بنات ما شافوا افريقيا لكن ابوهم يعني الوالد افريقي او الام افريقيه، يعني الاب او الام من دوله اوروبيه. المعيار المركزيه الاوروبيه الموجود يعني هو معيار، يعني بيضع نفسه معيار لكل المعايير الاخرى، يعني انه اللون الابيض هو اللون الاجمل، الشعر الناعم هو الشعر الافضل. وعلى فكره هو ده ما موجود يعني فقط في اوروبا، ده موجود حتى يعني في البلدان العربيه، موجود حتى عندنا في السودان. وممكن التجربه اللي انا عشتها، انا هحكي مثلا تجربه في بدايتي يعني، ودي عملت لي كان شوك كبير جدا. كنت راجعه بعد المحاضره في هولبرون، وكنت متعبه جدا لانه انا كنت برضه اثناء ما بدرس انا كنت بنظف برضه عند اسره عربيه، بنظف 3 طوابق وبكوي وبغسل وبعمل كل الحاجات دي. هم مسمينها مربيات اطفال، لكن هي ما كانت مربيه، الحمد لله انه ما كان في كلبي عشان اضطر اني اطلع افسحه كده لاني بخاف من الكلاب يعني. هذا هو الكفاح في الحياه دكتوره، يعني ما في شيء يجي بالساهل. بالضبط. وبذكر انا اليوم ده تحديدا يعني وجدت حذاء قبل ما اطلع مرمي في الزباله، والحذاء كان شكله جديد، فكنت مستغربه انه ليه ده اترمى، فاخذته لحسن الحظ طلع مقاسي. وكنت بشتغل بوزع برضو اعلانات امام الجامعه من اتحاد الطلاب النمساويين. ودي كلهم طبعا ناس ساهموا في مسيرتي، يعني في دعمي بشكل ما عادي. رغم القسوة إنه أنا تخرجت أصلا من إعلام بدرجة الشرف من السودان، ولولا النظام السياسي الظالم بتاع الإسلامويين كان ممكن يكون وضعي غير كده، وشردي أنا وشردت كثير من بنات وأولاد جيلي في السودان. فوقفت أوزع الإعلانات ونزل جليد، وعليكم أن تتصوروا إنه هو مشهد كان رغم الألم اللي فيه، ولكن كان مشهد مضحك، لأني كنت بحاول أتحرك كأني برقص لأنه الحذاء كان مخروم. نعم. في نفس اليوم اللي أنا يعني حصل فيه الحدث ده وكنت مرهقة جدا، طلعت على القطار عشان أسافر، هو مسافة تقريبا ساعة من فيينا للمحطة الرئيسية في مدينة هولبرون، ووجدت مكان مشاغر وجلست عليه، وكان ما انتبهت حتى مين يعني انا حاجلس جنبه، فعلى طول وقف عليه يعني بانزعاج وبدا يصرخ. واول مره اسمع كلمه يعني عبده نيجرين. ونحن طبعا يعني في تطورنا السياسي في عملنا في النساء كنساء سود بدينا نحاربها، اصلا نحارب كلمه يعني نيجرين، فبيجينا نقول إن، يعني انا حسب اقولها بالعربي لانه للاسف لحد الان احنا في اللغه العربيه ما وجدنا بدائل
لانه كثير من بيحصل التمييز لاسباب مختلفه، يعني نفس التمييز اللي بيعيشوه مثلا النساء الكرديات لانهم كرديات، لان عشان النوع، التشبيك الحاصل يعني النوع والاسباب اخرى عنصريه دي انا اتعكست عليها. يعني تجربتي بشوفها في الاطار العام لكل القضايا تحت العنصريه اللي عاشوها المهاجرين الثانيين والمهاجرات. رجعت حتى في كتابي الدانوبه يعرفني، رجعت شفت في التاريخ يعني اول افريقي دخل على النمسا، يعني هو كان يعني من الرق تم بيعه مقابل حصان في ايطاليا، يعني سلمون واشتغل في قصر الشمبرون وبعد السنين دي كلها يعني كلنا داخل الحركه، حركه السود في النمسا، بدينا نشتغل في قراءه التاريخ الافريقي الموجود. يعني اللي حصل لي هو ما استثناء. لكن ده نبهني التجارب دي، يعني نبهني تماما انه العنصريه موجوده في طريقه التفكير في بعض العرب، في بعض الافارقه، في جنسيات كثيره جدا وداخل السودان. ده نبهني احتمال زمان لتجربه الوعي السياسي داخل الحزب الشيوعي السوداني، انه كنت عارفه انه في الاشكالات الموجوده اللي ادت يعني في الهامش وفي المركز والصراعات السلطه والثروه، لكن كنت منتبهه تماما. بعد ما جيت هنا عرفت شكل الالم الممكن يكون عاشوا السودانيات والسودانيين من جنوب السودان قبل ما ينفصل جنوب السودان وهم في وطنهم. رجعت بذاكرتي للامتيازات الممكن انا استمتعت بها لاسباب اني يعني اللغه الامه العربيه لاني مسلمه، وطبعا السودان في منذ استقلاله كان ماشي في اتجاه يعني تعريب السودان دون الانتباه للمكون الثقافي الافريقي الثري في مسيرتنا. دي كلها نعيشتها من التجربه بتاعت العنصريه. مره برضو شباب يعني كادوا يصدموني بالعربيه، ويعني رموا على وشي البيره اللي كانوا بيشربوا فيها وخمور. فكانت المساله بالنسبه لي حقيقه مرعبه، ومن يومها انا تصديت وبتصدى تماما للمساله بتاعت العنصريه. وقد نلاحظ انه نحن حتى في الورشه بتاعتنا اشتغلنا على المفاهيم، يعني استخدام مثلا نقول هذا اليوم الاسود. ليه اسود؟ نعم. ليه دائما السواد مرتبط دائما الحظ الاسود؟ بالضبط. وهي دي موجوده طبعا، يعني ما من السهل محاربتها، لكن من برضه ما من الصعب انه انا اتكلم عنها وغيري يتكلم عنها. دي التجربه بتاعت العنصريه طبعا برضه بسبب اني امراه، يعني دي برضه للاسف ممكن يكون داخل منظوماتنا النسويه قاعد يحصل تمييز، يعني ودي يجب انه نحن ننتبه لها. يعني التمييز لا يحدث فقط يعني من الرجل للمراه، نحن داخل منظوماتنا برضه النسويه قاعد يحصل تمييز. اللون يعني النوع وحده انا بالنسبه لي ما مفصلي في اعلان تضامن المطلق مع المراه لمجرد انها امراه، انما موقفها السياسي من الحاصل في العالم وموقفها التضامني هو اللي بيحدد مدى انحيازي لها. نعم. في سؤال هون، السؤال كأنه صوتي مو واضح. سؤال أوركيش موزان يطرح سؤال، يا ريت حطوه على الشاشة هون مشان أقراها. حوار موضوع الحلقة هو التفاعل الثقافي بين المجتمعات. أعتقد أن هناك ثقافتين، إحداهما ثقافة ديناميكية حركية وفاعلة، وثقافة ستاتيكية سكونية منفعلة، وهذا وهناك ينتفي إلى حد كبير تأثير الثقافة الثانية على الأولى. فما رأيكم؟ ربما يعني يعمل مقارنة بين الثقافة الكردية والثقافة السودانية، فأنا حابة أنه يكون الجواب عندك دكتورة من خلال تفاعلك مع الثقافة الكردية في الورشة. طبعا الثقافة الكردية ثقافة غنية، وأنا طبعا واحدة قبل ما يعني تكون الورشة دي كانت أكثر حاجة بتلفت انتباهي عند بعض الصديقات الكرديات، لكن عمرنا ما تناقشنا في قضايا سياسية. لكن كان كنت أنا بحبه وممكن يكون لحد كبير جدا بيشبه حاجات عندنا في خصوصا في المدينة اللي أنا اتولدت فيها في كوستي، شكل الألوان بتاعت الأزياء. يعني ألوان في عيد النوروز بالضبط.
نعم. والغنى، شكل الرقص، يعني الطبخ، يعني دي كلها اشياء انا موجوده في ذاكرتي. يعني دي ثقافه. والفنون انا يعني بحب انه الرساله اللي احنا بنقدر نوصلها عبر الفنون بتكون اقوى. فانا في ذاكرتي يعني عن الكرديات الازياء الجميله. لكن طبعا ده مش انه انا بحصرهم فقط في الجانب ده طبعا. لكن لما انا تعرفت يعني على النساء الكرديات التسعه اللي شاركوا في ورشه نون المنفى، ده عالم يعني حسبت في كتاب يعني عن التجربه بتاعت مندي مما بدت والمشاريع اللي اشتغلتها وكيف فتحت آفاق، يعني كيف خلتنا نحن ننظر، يعني تغيرت فيني اشياء كثيره جدا. يعني في دروب انا مشيت فيها من الحكايات اللي اتحكت في الكتاب، انا ما يعني مرات يعني اقولها، يعني انه كنت ما بنوم، بكون يعني فجاه القى نفسي في كوباني، يعني فجاه القى نفسي مع كلبهار، القى نفسي مع عفرين، في مع قامشلي، شنقال، في القامشلي، في عموده. في يعني كل عموده. هذه المواقع اللي كل واحدة. الشيء الحلو اللي كل تقريبا وحدة تنتمي لمنطقة جغرافية، فنقلت الهموم والثقافة من هناك. بالضبط. ودي يعني الاشياء دي في اشياء كثيره، مثلا مفاهيم اتقالت. يعني انا بذكر انه حتى بعد الورشه ما وقفنا على الورشه، يعني في عيد الام يعني كتبنا عن امهاتنا. يعني انا بذكر وبحيي الصديقه الروائيه كلثوم فضل الله اللي كتبت يعني برحله كفاحه وهي بتبني ووضعت الطوب الاخضر. فانا اكتشفت انه نفس الطوب الاخضر يعني حكت عنه زينب، حكت عنه مهوش، حكت عنه كثير من الاخوات الموجودات. وبدينا نحكي عن امهاتنا وننزل الصور بتاعتنا وجداتنا. وبذكر انه صديقتنا صبيحه طرحت يعني انه نحن طيب ما هو في كلام كثير قلنا عن الجدات، راي يعني ممكن نكتب كتابنا الاخر عن الجدات. ففي افكار كثيره جدا، اضافه طبعا للوعي السياسي عند المراه الكرديه وحركه نضالة وحركه النقابات، ويعني تجربه حقيقه مسهله. يعني انا بالنسبه لي عالم ساحر، اتمنى انه تتاح لي فرصه يعني ابحر فيه كما اريد. إن شاء الله. ونحن نتوقع أنه يعني الأعمال قادمة ربما تحمل ملامح أعمق وأوسع للتشبيك وللتفاعل الثقافي. يعني لا يقتصر بين الكرديات وبين السودانيات، ولا حتى بين الأريتريات والمصريات. يعني لو يتسنى الوقت أو العمل، بعرف انه انت اكيد عندك مشاريع يعني عظيمه لهذا الامر، يعني بهالشغله انه اكثر المجتمعات في الدول الناميه اللي بتجمعنا اللغه وبتجمعنا الهموم والاحلام وبتجمعنا المشاكل وبتجمعنا الحس الانساني الشرقي اللي فعلا يعطي الطعم للحياه. نعمل فعلا ورش تكون لها ابعاد اخرى، ابعاد حتى سياسيه تؤثر على القرارات السياسيه في مجتمعاتنا. وهون يعني عندي سؤال حضرتك دكتوره اشراقه حائزه على دكتوراه في العلوم السياسيه، شو هو يعني اهميه مشاركه المراه في القرار السياسي او في العمل السياسي؟ طبعا من غير المشاركه السياسيه للنساء ما حيكون في سياسه، ولا حيكون هناك عمل، ولا حيكون هناك في تغيير. وممكن دي تكون يعني التجربة اللي عاشوها مثلا صديقاتنا الأريتريات بعد نجاح الثورة، التراجع اللي تم للمرأة. ونفس الحد اللي بيحدث الآن في السودان بعد ثورتنا العظيمة اللي ساهمت فيها المرأة السودانية بجسارة كل العالم شاهدها. أين وضع المرأة الآن داخل المنظومة السياسية للحكومة الانتقالية الحاصلة في السودان؟ يعني ودي متشابهة، لأننا نفتكر إنه التغيير يعني بيجي من الأرض، التغيير بيجي من تغيير المناهج نفسها. احنا لحد الان عندنا امثال بنستخدمها وممكن تكون موجوده حتى في بلدان اخرى. يعني ممكن باللهجه السودانيه المراه ان بقت فاس ما بتشق الراس، المراه ان صارت فاسا لا تشق الراس. وهم ما عارفين انه المراه ان صارت فاسا ستشق انهارا للحياه.
نعم. عندنا كمان في المجتمع الكردي، بالرغم انه في انفتاح يعني في المجتمع الكردي وما في هالتعصب، يعني حتى ولو اثر الدين الاسلامي على المجتمع الكردي، بتلاقي المرأة الكردية منطلقة منفتحة، يعني البيت الكردي مفتوح، في الأعراس مشتركة، ما عندنا التفريق بين الجنسين إلا ما ندر، وهذا هي بتكون طفرة في المجتمع الكردي. بس مع ذلك توجد بعض بتلاقي أمثال بتحط من قدر المرأة، أمثال يعني حقيقة أمثال وضيعة جدا للأسف، عذرا للتعبير، ولكنها حقيقة. هون يعني لازم نشتغل عليها، التفاعل الثقافي جوا المجتمعات وخارج المجتمعات، نشتغل على كل المفاهيم اللي تحط من قدر الإنسان، سواء كانت امرأة أو رجل أو طفل، بنحاول أنه نزيلها، يعني مثل الغربلة، نعمل غربلة لكل الشوائب اللي موجودة في مجتمعاتنا في لغاتنا. حتى اللغة الذكورية اللي دائما هي اللي بتكون السائدة، يعني بنحاول نغير هالمفاهيم، وحضرتك انت اشتغلتي على هذه المفاهيم في الورشة، يعني تجربة غنية جدا صراحة. وفي سؤال من الأخ عيسى إبراهيم، يا ريت تحطوه على الشاشة، بيسأل، وسؤال مباشر للدكتورة إشراقة، سؤال إلى أي حد، يعني بمعنى إلى أي حد تؤمن الدكتورة إشراقة بأحقية القضية الكردستانية، المكان، الإنسان، وما ملامح المشروع الكردي في فكر ضيفتنا العزيزة؟ أنا كم أولاً أحب أثبت، وثبتها في بداية البرنامج، يعني إذا في أي مجموعة في هذه الكرة الأرضية كان عندها بتناضل لأجل حق وهي مؤمنة بهذا الحق، أنا بدعم نعم. هذا الحق. يعني ما لا أنطلق من حقوقي، أنطلق من حقوق الآخر، لأن حقوق الآخر هي تكمل حقوقي لا تنفصل. في قضية كردية موجودة، في قضية فلسطينية، في قضايا كثيرة موجودة ومتشابكة في العالم. بالنسبة لي القضايا دي، بما إنه أصحاب الشأن عندهم قضية عاوزين يطلعوا يتظاهروا، بطلع بغض النظر إنه أنا لأي مدى مؤمنة بهذا الشيء أو عندي وجهة نظر مغايرة، لكن بالنسبة لي بيهمني إنه هذه الشعوب اللي طلعت بتناضل لأجل حقها إنه تجد مني الدعم. ودي مسألة بالنسبة لي يعني ما يعني قطعية، ما وارد فيها نقاش أصلا في أي قضية يعني أكثر ما هي قضية سياسية. تماما. دكتورة، طبعا بحب أنه نوه للمشاهدين، وكما شفتوا بالإعلان أنه عندي ضيفات 3 ضيفات جميلات ورائعات. الدكتورة إشراقة حبينا نستضيفها في القسم الأول من البرنامج، وراح تضل معنا، وأيضا من خلال هالورشة حبينا نستضيف الأستاذة ماريا عباس، هي اللي طبعا تواصلت مع الدكتورة، وكان لها التأثير والشكر لما قدمته لإنجاح هذه الورشة ولإنجاز هذه الورشة أيضا. أهلا وسهلا أستاذة ماريا، أنت ضيفة عزيزة على البرنامج. وأيضا بنرحب بالدكتورة مريم وقيع الله، هي أيضا دكتورة، هي أيضا كانت مشاركة في الورشة الإبداعية، وكانت من السودانيات الجميلات. طبعا كانت الورشة من 9 نساء كرديات و3 نساء سودانيات، وطبعا احنا ما حسينا بهالشيء، حسينا انه كلياتنا اما كرديات او كلياتنا اما سودانيات. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الخير دكتورة إشراقة. مساء الخير نجاح. مساء النور. اهلا وسهلا ماريا، على عيني. اهلا وسهلا مريم. نبدا من الاستاذه ماريا، عفوا استاذه ماريا، انت كيف يعني كيف حصلت الورشة على انتباهك، وكيف تعرفتي على الدكتورة، وكيف بنيتوا هالمشروع الجميل اللي جمعنا سوا؟ بتشكرك بالبداية نجاح على الفرصة الجميلة اليوم اللي أتاحتي لنا إياها إنه نلتقي على قناة فيث تي في. بصراحة يعني المشروع الورشة الكتابية هو ما هي يعني خطوة جديدة بالنسبة لي،
راح أبلش من إنه كنت بشتغل ببرنامج دعم وتمكين النساء، برنامج هو دعم نفسي. كنت أكثر شيء بتعامل مع النساء المهمشات أو النساء المعنفات اللي حسب التسمية بالشغل. فكانت وظيفتنا الأساسية هي الإصغاء، وكانت النساء هي تكتفي بالبوح. نساء يمكن الحياة ما سمحت لهم إنه حتى يروحوا على مدرسة يكملوا مرحلة ابتدائية، لم تتح لهم الحياة الفرصة بمشاركة بورشة. فكنا لما بنستمع لهم بطريقة فيها اهتمام، فكانت المرأة تحس بأنه هي لما بتحكي فهي بتحس بالاهتمام، فبيصير عندها رغبة بالبوح، بتحكي عن أدق تفاصيل حياتها، المشكلات اللي بتمر فيها. فهي القصص ضلت بأنه كيف هذا الكلام بمجرد ما تروح السيدة أو الفتاة من الغرفة هي القصة بتنتهي. فإنه أنا إنه ليش هذا الكلام الشفهي ما بيتحول لمشروع كتابي؟ لأنه فعلا الكلام الشفهي هي مرحلة معينة وبتروح. فهي الفكرة أنا لما كنت بسوريا ترجمتها يعني خلال هي القصص اللي تعايشت معها مع النساء بالمجتمع، حولتها إلى مجموعة قصصية. أنا كنت اللي بحكي بلسان هذه النساء. هون لما شفت على صفحة الدكتورة إشراقة، طبعا لي الشرف أني تعرفت عليها بأكثر من نشاط التكريم ومقابلة كانت بالتلفزيون أنا حضرت لها، وكمان نشاط موسيقي بفيينا تعرفنا عليها وصرت أتواصل معها على الصفحة. فهي لما حطت إعلان الورشة كتير لفت نظري أنه لن نتخلى عن أحلامنا، عبارة جدا جميلة، لن نتخلى عن أحلامنا. وبعدين توجتها بالورشة أنه ليس سوانا يكتب سيرتنا. هذا العنوان كتير يعني ملفت للنظر، كتير فيه قوة، أنه فعلا مين غير امرأة من سيكتب عن المرأة العاشقة كيف تعرضت للغدر مثلا من حبيبها؟ من سيكتب كيف كانت شعور قلب نجاح وهي تشعر بذلك الحزن على ابنها؟ من غيرنا سيكتب كيف تتحول الضفيرة إلى قفل مفتاح؟ من هون بوجه تحية لصديقتنا زينب، بارك لها أولا على الكتاب اللي هي خلصته وكانت أشطر منا. فهي التفاصيل الصغيرة بحياة النساء هي جدا مهمة، هي الخطوات الأساسية اللي بتحدد السياسات المستقبلية، السياسات اللي هلا نحن كل العالم عم يحاول تغيير هي السياسات. فكانت فرصة الورشة وفكرة التشبيك هي جدا فكرة قوية، إنه أوكي ليش نحن يعني لسنا مجرد أرقام في بلاد المهجر. كل واحدة من هذه النساء المشاركات لن تأتي من عبث، حاملات شهادات، لهن خبرة في السياسة، لهن خبرة في الحياة الاجتماعية، خبرة في الحقوق، مشاريع حقوق الإنسان، مهندسات. يستطيعن أن يعني كل سيدة تمثل مئات السيدات، كل واحدة تتحدث عن تجربتها، فهي تتحدث عن تجارب مئات النساء المتشابهات في سوريا، عربيات، كرديات، سودانيات، أريتريات. التجارب رغم أنها تختلف ولكن الخصوصية في حياة النساء تبقى متشابهة. قصص العنف، قصص قلوب الأمهات التي تحترق، قصص الأرامل، قصص المطلقات، قصص الختان التي ربما الكثير من المشاهدين أو القراء ما بيعرفوا شو هي المعاناة، المعنفات اللي بتعيشها النساء السودانيات غير النساء الكرديات. يعني في اختلاف، بس في شيء اسمه إنه عنف قائم على النساء، يجب أن نعمل جميعا على إزالة هذا العنف. عبر التشبيك نستطيع أن نترجم أفكارنا، آمالنا، أحلامنا إلى تاريخ، إلى سيرة مدونة، ليست فقط سيرة شفهية نتحدث عنها في جلسة واحدة وينتهي الموضوع. عندما تستطيع المرأة أن تدون هذه الأفكار، عندما تستطيع أن تدون بكل صدق، بكل شفافية، بكل جرأة، كل قصة تجدها بسيطة أو أدق تفصيل في حياة المرأة قد لا يلتفت إليها أحد، تستطيع أن تترجمها في التدوين، فهذا هو الإنجاز الحقيقي، هذا الذي سيغير حياتها. وهذا اللي صار، أنه كان الإنجاز هو كتاب نون المنفى اللي جمع أجزاء من سير النساء الكرديات والسودانيات، اللي كان فيه كله فيه فكر
وحياة وروح وطموح وأحلام ومرايا للشعوب والمجتمعات، خاصة المجتمعات النسائية. طبعا شكرا كثير ماريا، رح ارجع لك وكمان تحيي مرة أخرى الدكتورة مريم وقع الله. هي ناشطة وخبيرة في مجال التخطيط العمراني الحساس للجندر. أهلا وسهلا دكتورة مريم. أهلا وسهلا أستاذة نجاح، وأشكرك لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في الندوة دي، وسعيدة جدا بالتعرف على نساء كرديات. وفي دي بشكر الدكتورة الصديقة دكتورة إشراق مصطفى، لأن هي اللي أتاحت لي الفرصة لأنه أنا أشارك في الورشة. ويعني بجد كانت تجربة مميزة وتجربة ثرة، وأعتقد إن يعني الأثر حقها مش الكتاب اللي قدرنا في النهاية إنه نطلع به، لكن الآثار حقتها حتمتد إن شاء الله في تشابكنا مع بعض، في تعارفنا مع بعض، وحنمشي لقدام إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. طيب دكتورة، شو هو انعكاس هالتشبيك، هالورشة، هالتفاعل الثقافي يعني عليكي معرفيا وإنسانيا؟ يعني هذا أكيد أنت كمان من خلال الحديث يعني تحدثنا كثير أنه كنت بتعرفي عائلات كردية وبعض النساء الكرديات وحتى الرجال وإلى آخره، ولكن هذا التماس المباشر مع الآخر، يعني مع الأخريات، مع النساء الكرديات وحتى مع النساء السودانيات اللي شاركن ممكن كنت تعرفيهم بس ما بتعرفي هالتفاصيل الدقيقة اللي كتبوا عنها وكتبنا عنها وحكينا عنها. شو هو انعكاس هالورشة عليكي معرفيا وحتى روحيا؟ حقيقة الورشة كان عندها أثر كبير جدا علي. أنا أصلا دخلتها يمكن بالصدفة، لأنه أنا أصلا ما كاتبة أو ما يعني ممكن أكتب مقالات علمية، أكتب مقالات سياسية وكده، لكن ما عندي علاقة بالمجال الأدبي بالتحديد يعني. فأذكر إنه يعني من كلام إشراقة عن الورشة كان عملتها في جراتس، فأنا أكتر حاجة عجبتني فيها إنه أنا محتاجة أكتب عشان أحكي تجربتي. الكلام كله أو الفكرة كلها كانت في راسي موجهة للمجتمع النمساوي اللي هو أنا قاعدة فيه موجودة فيه لي أكثر من 9 سنة، ويعني عندي إحساس إنه الناس ما عارفين عني ما يكفي. غير كده تجربتي ذاتها كتجربة. أيوة نعم. تجربة بالإضافة لأنه تجربتي بفتكر إنها برضو كان فيها شيء خاص أنا محتاجة إنه أكتب عنه وكده. فلما دعتني دكتورة إشراقة للورشة، يعني حقيقة كان فهمي بسيط جدا جدا، لأنه أنا دار أعمل شنو. كان كل همي إنه يعني أتحصل على التقنيات بتاعت الكتابة الإبداعية أو كتابة السيرة الذاتية. حقيقة ده الفهم اللي أنا دخلت به، ومن أول يوم أنا اتفاجأت بإنه أنا قاعدة وسط كمية من النساء المبدعات اللي عندهم تجارب ممكن تكون كبيرة جدا جدا. نساء معظم لو ما كلهم نساء سياسيات، يعني بيشتغلوا سياسة، يعني مهتمات بقضايا النساء، مهتمات بقضايا مجتمعاتهم. فيعني مباشرة حسيت بإنه يعني الوسط اللي أنا جيت فيه أو الفرصة اللي أتيحت لي دي خلتني أنا وسط مجموعة حاسة بالنوع من ممكن يكون يعني التشابه في حاجاتنا يعني. فأتذكر بعد أول ورشة واتكلمت دكتورة إشراقة عن التقنيات بتاعت الكتابة وكده، أنا كنت من أول الناس اللي قررت إنه أنا في طبعا عملنا كل أسبوع كنا بنجي عشان نعرض مجموعة بتجي تقرأ 2 ولا 3. فأنا طوالي قررت إنه أنا أكتب في أول مجموعة. ليه؟ لأنه أنا كان عندي already أو مسبقا عندي كمية من الحياة كده بكتبها صغيرة عن تجربتي، ودايرة متخيلة الموضوع سهل يعني. فأتذكر جيت كتبتها
وكتبت سريع جدا وعرضت في أول في اللقاء الثاني عرضت، وكان معايا الأستاذة أذكر زينب، وهي طبعا إنسانة يعني مبدعة حقيقة وشاعرة كبيرة وكده. فلما أنا عرضت الشغل بتاعي تفاجأت بكمية يعني النقد اللي خلاني يعني يمكن أكون غيرت طريقة التفكير بتاعي في الكتابة نفسها يعني. فأتذكر إنه كان النقد كله إنك أنت بتكتبي حاجات يعني شيء موضوعي أكتر من إنه هو يعني تفاصيل عن تجربتك الذاتية، حياتك اليومية، أحاسيسك، مشاعرك كده. فأتذكر بعد طوالي قررت إنه أنا الحتة دي ما بتنفع معي، أنا ما بقدر يعني ده النساء كلهم كاتبات وشاعرات وكده، فأنا أوقف الكتابة. واتكلمت مع إشراقة وكده وبكيت. تتذكر طلعت الغابة جنبنا هنا وقعدت قلت يا أخي أنا في النهاية أنا ما كتبت حاجة، ورجعت كتبتها من جديد. واكتشفت إنه النساء ديل هم مش أضافوا لي شيء بسيط يعني، خلوني أنا حتى أكتشف نفسي، أكتشف تجربتي، أكتبها بصيغة تانية، أكتب عن تفاصيل حياتي بطريقة تانية. والشيء الأكبر طبعا بعد ما جينا وسمعنا كمية الحكاوي، وكل واحدة كانت بتحكي قضية زي ما قالت دكتورة إشراقة من جانب يمكن يكون مختلف من الثانية، لكن فيه كمية من التفاصيل وكمية من المعرفة يعني خلتنا نكتشف شعوب هي قريبة لنا، ممكن تكون يعني نصنف كمجموعات قريبة لبعض، كلنا جايين من الجنوب، كلنا جايين من دول ممكن تكون ناطقة باللغة العربية، كلنا من دول نامية بتعاني من حروب وكده، لكن ما كنا بنعرف بعض. يعني أنا أتذكر لما اتكلمت أو حكت هيفرون عن كوباني، أنا قلت لها أنا بعرف أكراد يعني، وسمعت عن الأخبار عن الحرب وكده، لكن اللي لقيته أنا في الكلام اللي هي قالته حسيت بأنه أنا عشت التجربة يعني حقيقة، وبقيت أقرب للشعب العانى ده وبقضيته، وإحساسي بها اختلف يعني تماما حقيقة. ويمكن ده بينطبق على كل الكتابات اللي كانت في الورشة، وده الشيء الأساسي في إنه بيقرب بيننا كشعوب، وبيخلينا نفهم قضايانا اللي هي في النهاية قضايا مشتركة، قضايا مصنوعة صانع النظام العالمي، الفرض زي ما بقولوا القيم والمبادئ بتاعته علينا كشعوب يعني. وفي النهاية حولنا لشعوب بتحارب في بعض وما بتنتج ولا بتتقدم، في النهاية بتجي بتترمي في الغرب، بتضطر لإنها تهاجر عشان ما تعيش في الغرب، وبتكون هي أصلا ما معروف هي ذاتها جات من وين. يعني أنا كنت بعاني هنا في النمسا أو في منطقتي دي إنه الناس ما بيعرفوني أنا منو، أنا دوري كان شنو في بلدي يعني. فكان الأولى إنه نحن نعرف بعض في الأول، وبعد ذاك نحن نقدم نفسنا للمجتمعات اللي جينا فيها. شكرا، ما عارفة زي اللي أخذت زمن أكثر. شكرا مريم. بدنا في هون تعليق من الصديقة غليسان بشير، تقول نحن الكرد منذ زمن طويل ونحن نسعى للتواصل مع الشعوب المضطهدة والتشبيك معهم، وخير مثال على ذلك زيارتنا معا صديقتي نجاح، طبعا بتقصدني أنا، للمنظمة الأريترية في مطلع التسعينات أثناء دراستنا الجامعية في دمشق. حقيقة يعني نحن الكرد عانينا من التعتيم ومن تشكيل هوة كبيرة بيننا وبين الشعوب الأخرى اللي آخذين أكثر الأحيان يعني يمكن أفكار مغالطة للواقع ولحقيقة يعني الشعب كثقافة وكمطالب وكهموم وإلى آخره. بنرجع لأستاذة ماريا، شو انعكاس
ماريا، شو انعكاس هالورشة عليك يعني كإنسانة كردية لأول مرة على تماس مباشر مع السودانيات الجميلات اللي كتبن وحكن عن تجاربهن؟ يعني شو اكتشفتي من عوالم الشعب السوداني أو من النساء السودانيات؟ فكرة التشبيك بحد ذاتها هي من الخطوات كثير كثير عميقة للدعم المناصرة والتضامن مع القضايا الإنسانية، يعني لتطلع خارج نطاق الحدود الدولة المحددة، فبتصير القضايا واضحة. كل حدا في بالإمكان إنه في قضية ما هنا لازم نتضامن معها ولازم نوقف عليها ولازم نسمع عنها. مثل ما قالت مريم، لما كلياتنا نسمع عن الأحداث أو عن حدث معين، عن بركان، عن فاجعة، عن قضية بالتلفزيون، تضل لحظات بنفكر فيها وبتروح. بس لما نحن بشكل مباشر نسمع من إنسان معني بالحدث بيحكي هو، لأنه هو من جوات الحدث، هو معني بالحدث، فبتصير القضية أقرب، بيصير الإنسان بيتأثر أكثر بهي القضايا. نحن من خلال ورشتنا بالتشبيك، وإن شاء الله لاحقا لما يترجم الكتاب رح نثبت أنه نحن في المهاجر لسنا مجرد أرقام. نحن أيضا في بلداننا كان لنا مراكز، كان لنا سيارات، كان لنا بيوت، كان لنا خدمات، مجتمعات، مراكز وقضايا مهمة نعمل فيها، ولكن الحروب والفساد والسياسات هي التي جعلتنا نجتاز هذه الحدود. فبصراحة أنا ما كنت متوقعة أنه مثل ما قالت الدكتورة إشراقة أنه مشروعنا يصير عصفور ويصير له ريش ويطير بهذه السرعة. كان الأمل عندي أو الفكرة أنه كل وحدة فينا من المشاركات الكرديات والسودانيات، طبعا كانت الخيارات ما اجت عن عبث اختيار كل وحده من هاي النساء المشاركات، انه نحن نقدر نكتب تجربتنا عن الهجره، على الاقل في بدايه الهجره والصعوبات اللي بتتعرض لها المراه الكرديه او السودانيه حين من مواضيع اللغه، مواضيع التمييز العنصري، مواضيع العمل، مع مواضيع الضغوط النفسيه، مشكلاتها مع اولادها المراهقين، الفتيات والاولاد، مشكلات التي تحدث بين الزوجين. كل هذه القضايا تحدث في بلاد المهجر كما تحدث في بلادنا. القضية ما هي فقط أنه نحن رقم وخلص، نحن غيرت كل نظرتنا لما اجينا على أوروبا. ما كانت هي الحياة اللي كنا نحن نتصورها أنه واو أوروبا هي بلاد الجنة أو بلاد اللي رح نعيش فيها مرفهات ومرتاحات وما في مشاكل وما في قصص. لما نحن نسمع للدكتورة مريم، للدكتورة سناء، للدكتورة شادية، لهيفارون، لزينب، كل وحدة بتحكي عن شو اللي صار معها وهي عم تجتاز الحدود، وليش أصلا هي قررت تهاجر، وليش هي مثلا ركزت على قضية دون الأخرى. فكل وحدة منهم لها اهتمامات محددة، فكانت كل وحدة بتحكي عن قصتها الشخصية ومعاناتها في الهجرة، في بداية الهجرة وما تتعرض له. هي كانت نافذة لنا من كم المعاناة، كم العنف، كم التعب والضغوط النفسية التي تتعرض لها كل امرأة منا. نحن لسنا مجرد أرقام، نحن إنسان، لنا مشاعر، لنا مشكلاتنا، ليس سوانا يكتب سيرتنا. هذا العنوان كانت الدكتورة عبقرية فعلا في اختيار هذا العنوان، لأنه من سيستطيع أن يكتب مثل هيفارون سيدة من كوباني أن تكتب عن الفاجعة التي حدثت في كوباني؟ من مثل الدكتورة مريم الحائزة على حقيبة من الشهادات وهي تعاني كيف ستكمل دراستها في دولة مثل النمسا؟ من مثل زينب التي اجتازت الحدود برفقة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة؟ من سيستطيع أن يحترق بالنار التي كانت في صدرها؟ من سيكتب عن سيرة كثيرة نجاح سيدو وهي تتحدث كفتاة كردية ستغادر البلاد لوحدها إلى بلاد أوروبا، الهروب. يعني القصص التي جاءت ليست قصص روائية، ليست قصص خيالية، هي قصص واقع مرير للنساء. نعم، ولكن هذه التجارب، الشيء الجميل بالمشروع أنه نحن حولنا هاي التجارب لنافذة أمل، أنه نحن نقدر على الأقل
ندون تاريخنا، ندون تاريخ النساء المهمشات اللي تاريخنا كان بارع، التاريخ الذكوري كان بارع في تهميش هذه القضايا التي يجدها بسيطة وغير مهمة، ولا يعلم أنه هذه القضايا البسيطة التي تعاني منها هذه النساء التي حولتهم إلى كتاب، التي حولتهم إلى سياسيين، التي كانت تدعمهم وتقف إلى جانبهم وليس خلفهم حتى يصبحوا كما هم الآن. هذه السيرة هي تاريخ لنساء مهمشات ولكنهن عظيمات. الأستاذة فرحة لما كتبت سيرتها عن وهي ترضع صغيرها في شاحنة قبل 20 سنة أو 27 سنة، تتحدث عن يعني هذه الذاكرة التي لا تغادر، تبقى هذه الأحداث في ذاكرتنا للأبد. الأستاذة صبيحة وهي تتحدث عن تجربتها السياسية، التجربة السياسية كان شيء صعب بسوريا بالنسبة للنساء، على الأقل النساء الكرديات التي يعني السياسي كان خط أحمر. هي لما بتحكي عن تجربتها هي القادمة من عفرين يعني، وما بتصور حدا رح يقدر يكتب سيرة أي امرأة كما هي تكتب، يعني بدافع الصدق، الشفافية، الوضوح، المعاناة، الألم الذي يعنيها هي بالذات. وبالتالي كل امرأة هي سيرة لنساء، لآلاف النساء، لملايين النساء قادمين من هناك. وين هذا الهناك؟ بكل العالم، ليست فقط السودان، العالم، ولكن ليست فقط سوريا، ليست فقط أريتريا، كل العالم في نساء معنفات، كل العالم في تمييز، في قضايا مخفية تعاني منها النساء، وتبقى السياسة تحاول أن تطمسها. ونحن شفنا من خلال تجاربنا في أوروبا أنه أوروبا ليست هي البلد الأحلام كما تصورنا، يعني بالرغم من كل الرفاهية، بالرغم من الجمال والطبيعة، ولكن بالنسبة لنا كنساء قادمات من النصف الجنوبي، قادمات من البلدان النامية، قادمات من البلدان الشرقية، ننتمي لانتماءات مرتبطين بانتماءاتنا الدينية، القومية، السياسية، المجتمعية، العادات والتقاليد، كل هذا الشيء جبناه بحقائب السفر معنا لهم. فهذا مو ببساطة رح يتم تغييره، ولكن نأمل من خلال مثل هذه مشاريع التشبيك أن نحاول أن نكون فاعلات أكثر في مجتمعاتنا، ولا نكتفي بالجلوس فقط ونستغني عن كل النشاط الذي كل واحدة فينا تحمل ما شاء الله خبرة طويلة وعريضة تستطيع أن تؤثر في على الأقل في محيطها الصغير. والدكتورة إشراقة هي خير مثال، ملهمتنا يعني مثل ما قالت، اجت قبل 20 سنه 27 سنه للنمسا، كانت من النساء النادرات لما اجت، وهلا هي ملهمه لكثير من النساء، قدوة. واستاذه فرحه والدكتوره مريم والكثير من النساء. طبعا شكرا كثير استاذه ماريا. برجع للدكتوره اشراقه، باعتبار حكينا عن المهجر وعن التحديات وكيف صرتي ملهمه وقدوه. كثيرا كنا بنحكي عن موضوع الاندماج. هل نحن فعلا مجبرين او مجبرات على الاندماج؟ شو هو الفرق بين الاندماج والتعايش؟ ده سؤال مهم. أنا كلمة اندماج يعني عندي حولها تحفظ كبير جدا، وفي سيرتي الذاتية في الدانوب يعرف أني كتبتها وبقول في كل مكان. يعني أنا لم أتي إلى النمسا لأندمج، أنا أتيت هنا لأشارك. وفرق كبير جدا ما بين المشاركة وما بين الاندماج. الاندماج مهما تكون التسميات هو في النهاية أقرب للانصهار، لكن وبعدين كأنه هو سلطة انت تحت، وانت المجتمع اللي عاوزه تندمجي فيه فوق اعلى، وانت عليك ان تناضلي عشان تصلي على المكان ده. لكن هو المشاركه بتقوم على مستوى واحد. على المشاركه انا بعترف بالامكانيات اللي عندك وانت بتحترفي بالامكانيات اللي عندي. انت بتستفيدي من الثراء اللي عندي، انا بستفيد من الثراء اللي عندك. انت بتفتحي لي افاق، انا بفتح لك افاق. دي هي المشاركه. لكن الاندماج بالشكل اللي انا قاعده اشوفه في السياسات الموجوده في اوروبا، انا ضده. انا ما عاوزه اندمج، انا عاوزه اشارك. وعشان اشارك واعيه تماما ان اشارك محتاجه للغه،
محتاجة إني أعرف السيستم كيف، محتاجة أتعايش، محتاجة أعكس الصور، أغير الصور النمطية الموجودة. ده ما ممكن يحدث من غير لغة، مع احترافي الكامل إنه اللغة الألمانية على سبيل المثال لغة صعبة جدا، يعني لغة ما سهلة ولا سهل الإنسان يخترقها. يعني لحد الآن بعد 28 سنة ما بقدر في الحروف المنقطة اللي اسمها أملاوت أنا ما بعرف أنطقها لحد الآن، ولا يمكن أعرف أنطقها. بنفس القدر لما أنا ما أعرف أنطقها مستحيل النمساوي في النمسا هنا ولا في ألمانيا يقدروا ينطقوا الغاف إشراقة أو الخاء، حرف الخاء أو الحاء. بيبقى دائما في النقاشات يعني أنت بتستغرب إنه أنا بنطق اسمي خطأ، ما نفس الشيء أنت بتنطق اسمي خطأ. فبيبقى يعني الاندماج إما إنه هو يكون فعلا في السياسات ماشيين بمستوى واحد بنجي لبعض، أو هي ودي بتكون مشاركة لأنه نحن بنكون على مستوى واحد. لكن الاندماج بشكله الموجود أنا عندي حول تحفظ كبير جدا ومكتوبة بالتفصيل في الكتاب بتاعي الدانوب يعرف، أنا حكيت عنه في سيرتي الذاتية في النمسا. نعم، هون الأستاذ جان إبراهيم بنوجه له تحية ونوجه لك تحية لكل المتابعين والمتابعات. يقول يجب أن يكون الاندماج تبادل الثقافات والانفتاح على المجتمعات. هون يعني دكتورة بتوجهي رسالة للمجتمعات يعني اللي اجت لأوروبا أنه صح لازم نتعلم لغتهم، لازم نتعايش، لازم نتشارك الحياة، نشتغل، ننجز، نكون مبدعين، نكون فاعلين، نكون عاملين، ولكن لا ننصهر. يعني الحفاظ على اللغة الأم، الحفاظ على التقاليد والثقافة الإيجابية اللي تنفع حياتنا لنتقدم للأمام. ولكن الانصهار يعني بعتبرها أنه هي شغلة كتير خطيرة جدا. والعالم الغربي يفتح مجال للحفاظ على هذه الثقافة واللغات الأم، ولكن هناك الاتجاه الآخر. هل نحن مستعدين فعلا لقبول هذا التحدي كآباء، كأمهات، كمثقفين، ككتاب، كشعراء، أن نحمي الأجيال القادمة أن لا تنجرف مع عملية الاندماج؟ شو المطلوب منا كمثقفين، ككتاب، كشعراء، كإعلاميين، كسياسيين، أنه نحمي الأجيال القادمة من موضوع الاندماج والانصهار؟ طبعا دي كل واحدة فينا عندها دورة، يعني كسياسيين أو سياسيات، أدباء أو أديبات. لكن هذه نحن بننطلق من تعريفنا زي ما ذكرت شنو هو الاندماج. أنا شخصيا مصطلح الاندماج نفسه عندي حوله تحفظ كبير جدا ووضحته قبل شوية. لكن ده بيعني إنه قبولنا للآخر. يعني السياسة التنوع يعني هي سياسة بدأت جديدة، يعني في ألمانيا سابقة للنمسا، يعني بدأت ممكن يكون في سنوات قريبة ولسه الناس شغالة عليها، وبدأت في دبلومات وفي دراسات بتتم عن المسألة بتاعت التنوع. التنوع ده هو انه انا بيكون اول حاجه في تنوع للغات، وفي جهات كثيره جدا داخل النمسا هنا من النمساويين نفسهم شغالين في المجال ده. الشغل القائم على التضامن مع الشعوب. وطبعا انا دي ممكن يعني اقولها من تجربتي، رغم الجانب الاخر من التمييز والعنصريه اللي انا عانيتها، لكن في جانب اخر انه الابواب الممكن يعني مثلا ممكن تكون صديقه قبل نمساويه يكون في تحفظ في البدايه لان انا لسه ما بعرفك وده شيء طبيعي، لكن اللحظه اللي بيعرفوك بينفتحوا عندهم القابليه على الحوار، القابليه على انه يسمعونا. بيبقى فعلا سؤالك فينا نحن نفسنا، هل نحن قابلين لقبول الاخر؟ حتى داخل بلداننا نحن قادرين نقبل الاخر، قادرين نحترف بالتنوع الموجود في اوساطنا ونعرف نديره بطريقه تحفظ لكل الناس الموجودين ده حقوقهم؟ لا، سؤال مهم جدا، ما موجوده. يبقى بالتالي انا يعني دائما بقول انه كل واحده فينا عندها تجربتها الخاصه، يعني نحن جايين بمخزون مختلف ولكنه مخزون ثري جدا. كيف نحن نستخدم الثراء ده في المجتمعات دي؟ كيف نحن نعكسه؟ الاهم حاجه هي هزيمه الخوف، هزيمه الخوف من انه الاخر حيرفضني،
لا أنا ما حخليه إنه يرفضني، حأمشي معاه خطوة بخطوة وأوضح له إنه أنا منو. وكتابنا نون المنفى يعني لما يترجم ده حيكون أكيد عنده أثر وعنده صداوة. يعني أنا ما رسائل. لا لن متأكدة منها، نتفائل، لكن فكرة يعني الإرادة هي الأساس. يعني أنا ما كنت نعم. قادرة يعني مسألة نون المنفى. قبل فترة استضافتني منظمة ألمانية كان بالزوم، وكنت حكيت عن المنح بتاعت ملكة الدار اللي هي تقدم لأول مرة في السودان لأجيال جديدة داخل السودان. أنا قبل 3 أيام اتصلت بي يعني واحدة من ناشطة، وهتتعمل لأول مرة هأعمل بالزوم ورشة عمل عن الكتابة الإبداعية لكتابة السيرة، ليس سواء يكتبوا سيرتنا للبلاك ويمن من النمسا ومن ألمانيا لأول مرة بلغة غربتنا، يعني بلغة المكان اللي يعني انت بتدافعي بلغة هي اصلا انت لما بتحسي نفسك يعني هي منفى، لكن منفى جميل، لأن اللغة لما تعرفيها بتديك براحات، بتخليك تفهمي حاجات كثيرة جدا، تفهمي الآخر. وعشان كده أنا بقول إنه الهجرة نفسها يعني رغم الألم وإيلامها والمنافي اللي مشينا ليها لكن دي هي برضه فرصة لاكتشاف الذات. نعم. وكيف وفرصة للانعتاق وفرصة لأنه حاجات كثيرة جدا رغم الألم بيسهر. ما في أي ما نخليه. والكتابة شفاء. والكتابة شفاء، الكتابة عافية. شفاء. يعني ده واحد من نعم. الشعارات اللي برفع العبارة لأي كتابة. العبارة اللي كنت تردديها دائما ودموعنا تنهمر ونحن بنقرأ السيرة، يعني عن جد كانت بعدها تنقلب لراحة نفسية. وهذا اللي يعني الجانب الشخصي والجانب الإنساني اللي فينا، أنه الكتابة ما بتعكس الأثر على الآخرين ولكن تعكس على الشخص اللي بيكتب. دكتورة مريم، أنت خبيرة في مجال التخطيط العمراني الحساس للجندر. كيف ممكن أنه توظفي هالخبرة في المجال النسوي والإنساني والتفاعل الثقافي بين المجتمعات؟ أيوة، سؤال كويس جدا. أنا حقيقة التخصص بتاعي في التخطيط الحساس للجندر، زي ما قالت إشراقة، دي واحدة من إيجابيات الغربة نفسها. فأنا بعد ما جيت هنا في النمسا، وأتذكر في الجامعة حضرت سمينار عن التخطيط الحساس للجندر، وحقيقة بعد ذاك بديت أعيد قراءة الوضع مثلا في مدينة الخرطوم اللي أنا كنت شغالة البحث حقي فيها. فأنا كان تركيزي كله إنه أنا بركز أو مهتمة بالفئات المستضعفة ولا الفقراء، الناس الساكنين في الأحياء العشوائية في أطراف المدن، وكيف إنهم هم بيعانوا عشان يتحصلوا على الخدمات وعلى فرص العمل وكده. فمن خلال السمينار ده يعني حقيقة اكتشفت إنه حتى أنا ذات نفسي كان عندي مشكلة في ممارستي لحياتي اليومية في المدينة، بتختلف عن الرجال. يعني أنا كأم، كموظفة شغالة في التخطيط العمراني، يعني ابنة لامرأة ممكن تكون محتاجة كانت لرعايتي، الحاجات دي كلها أنا اكتشفتها بعد ما قريت عن التخطيط الحساس للجندر. فاكتشفت فعليا إنه النساء في المدن أو في القرى هم عندهم قضايا مختلفة. يعني ليه؟ لأنهم عندهم مجموعة من الأدوار مختلفة من الرجال. يعني المرأة يعني ممكن تكون في كل مجتمعاتنا، وحتى في مشاركتنا أسي في الورشة دي، كل النساء دي هم نساء عاملات، وفي نفس الوقت هم بيرعوا أسرهم وبيرعوا أطفالهم وبيرعوا كبار السن، ويعني في مجموعة من المهام اللي هم بيقوموا بها، بما فيها نشاطهم السياسي ونشاطهم الاجتماعي. فبيبقى التخطيط بتاع المدن لو ما راعى للجوانب دي بيكون ظلم النساء، وبيكون ما وفر لهم البيئة اللي بتساعدهم وبتقلل عليهم الضغط اليومي. يعني أنا أتذكر كان واحدة من مشاكلي اللي واجهتني لفترة طويلة جدا لما كانوا أطفالي صغار،
فأنا بكون محتاجة لمثلا روضة بتاعت أطفال قريبة لمكان الشغل، لكن ما بتكون متوفرة أصلا، أو الحتة اللي أنا شغالة فيها ما توفر لنا فرص بتاعت إنه يعني أطفالنا ديل نقدر نسوقهم معانا، ناخذهم معانا في العربية بتاعتنا ولا بالمواصلات، ونمشي نخليهم في حتة قريبة لمحل الشغل حقنا ونحتني بيهم أثناء اليوم. عندنا كان أتذكر في السودان في حاجة اسمها ساعة رضاعة للأمهات اللي عندهم أطفال صغار، لكن حقيقة نحن ما كنا بنقدر نستفيد منها، لأنه أنت ما ممكن ترجعي البيت عشان ترضعي طفلك ولا تحتني به في فترة ساعة، وفي نفس الوقت يعني هي بتضيع عليك كحق هو قانونيا متاح، لكن عمليا انت ما بتقدري تنفذي كويس. فانا بفتكر انه الفكره حقت التخطيط للحساسه الجندر هي حقيقه دعم للنساء، دعم لهم لانه يقدروا يقوموا بادوارهم المتعدده اللي هي مجتمعاتنا الى الان، مش مجتمعاتنا يعني حتى في المجتمعات الاوروبيه الاسي نحن قاعدين فيها، الكلام ده طلع من هنا، طلع من المجتمعات المتقدمه دي، انه النساء عندهم ادوار متعدده، انه النساء عشان يقوموا. يعني اتذكر في دراسه اتعملت في مدينه فيينا دي، الكلام ده قبل اكثر من 10 سنوات، اتضح يعني عملوا زي استبيان للنساء وسالوهم انهم بيستعملوا المواصلات كيف. يعني اصلا البحث كان عن المواصلات، فقاموا لما وجهوا السؤال ده اكتشفوا انه النساء عندهم رحلات يوميه بيقوموا بها اكثر من الرجال بكثير، لانه الراجل بيمشي الشغل وبيجي راجع، لكن هي دايره تمشي الشغل ودايره تمشي تاخذ اطفالها من المدرسه ودايره تمشي تجيب الحاجات من البقاله عشان تجي تطبخ، وقد يكون في واحد من الاطفال عيان محتاجه تمشي معاه العياده، او عندها ابوها ولا امها بيعتمد عليها ومحتاجه انها ترعيه كويس، محتاجه مثلا انه بالمساء الاطفال عشان تطلعهم يلعبوا ممكن تكون ما في حديقه قريبه للبيت، فبتضطر تمشي مشوار ثاني عشان تودي الاطفال يمشي يلعبوا في حته ثانيه. ومن هنا جات الفكره بتاعت انه كيف انه نخطط مدن فعلا تخدم النساء، او يعني تضع في الاعتبار الوضع بتاع النساء. وزي ما بيقولوا يعني المتخصصات في الجندر في التخطيط العمراني وفي تخطيط المدن بيقولوا لك انه المدن حقتنا خططوها رجال، بالمفهوم بتاع انه الراجل يمشي الشغل ويجي راجع زي ما يجي. لما النساء بيجوا يطلعوا الشغل اكتشفوا انه المدينه دي ما حقتهم، يعني المدينه ما خطت لهم الحاجات كلها قريبه لبعض عشان يقدروا يمارسوا حياتهم بطريقه سهله. الحاجه الثانيه الكلام اللي كان بيتكلم عنه برضو ماريا، انه النساء هم يعني بيتعرضوا لعنف داخل البيوت او خارج البيوت، وبرضو دي من التخطيط الحساس الجندر. اكتشفنا انه النساء مثلا لو انت عايشه في بيت، مثلا انا حاضر مثل بالسودان، يعني مرات بيكون ساكنه في بيت ممكن تكون فيه غرفه واحده، الغرفه الواحده دي بيكون انت واطفالك والضيوف اللي بيجوك وكده، فبيكون ما في خصوصيه. عدم الخصوصيه ده بيقوم يخلق نوع من العنف داخل الاسره، واكثر شخص بيكون متاثر به هنا النساء، لانه الرجال دايرين نوع من الخصوصيه، دايرين ارتاحوا كده، فبيحصل الكونفليكت بين النساء والرجال وبيتضرر منه الاسره كلها. الحاجه الثانيه مثلا في المناطق العشوائيه الما مهيئه بطريقه كويسه، ممكن النساء يتعرضوا لعنف في الشارع، يعني الشارع لو ما في اضاءه كويسه المراه ممكن تتعرض لعنف. نحن عندنا في السودان نساء بيكونوا شغالين في بيع الأغذية وكده في مركز الخرطوم، لأنه في الأحياء بتاعتهم ما في فرصة للعمل. الواحدة لما تجي متأخر المساء وهي راجعة وشايلة حصيلة اليوم كله قروش وتعبانة مع أولادها عشان تعلمهم عشان تدفع لهم، ممكن تتعرض لعنف في الشارع وتتخطف منها الفلوس، وممكن تحصل لها حاجات أكتر من كده، يعني حتى ممكن تتعرض لاغتصاب، لأنه البيئة اللي هي عايشة فيها ما مناسبة. فأنا بفتكر إنه دي بتنطبق على كل النساء إذا كانوا في المدن في البلدان المتقدمة أو في بلداننا نحن، لكن نحن الوضع بالنسبة لنا أصعب، يعني نحن مدننا ما مهيئة زي المدن اللي نحن هسه قاعدين فيها، وقضايانا فعلا معقدة أكتر، ومحتاجين نوفر البيئة اللي بتساعد النساء إنهم مش يقوموا بأدوارهم، إنهم يكونوا ناشطين في مجالات متعددة، يكون عندهم تأثير، يقدروا يصلوا مواقع صنع القرار.
فدي ما بتتهيأ نعم، هذا إلا موضوع. بإنك تهيئ له المدينة المحددة دي أو السكن المحدد. موضوع مهم جدا، والانتباه للتفاصيل اللي تهم الحياة اليومية والعمل، وكيف تكون المرأة فاعلة وتكون آمنة في بيئتها، يحتاج فعلا الكثير من العمل. وهذا اختصاص يعني تستحقين عليه الشكر والامتنان وحتى جائزة مريم. طبعا أخذنا الوقت والحديث لا يمل، وبدي أختمه في مقال كتبته الدكتورة إشراقة: إلى أين ينحدر العالم؟ تقولين فيه: أينما تصرخ امرأة يعلو صوتي، وتتمدد حبال حنجرتي لتهدر بكل الأصوات، أصوات الحق والحقوق في أي بقعة في هذا العالم. فماذا يمكن لإشراقة أن تقدم بمختصر، لأن الوقت داهمنا؟ ماذا يمكن لإشراقة أن تقدم للنساء؟ ماذا يمكن للنسوية وأن تقدم للنساء والبشرية؟ الوعي. طبعا هو موضوع كبير، بس أفضل أنه يكون بشكل مختصر. أنا هقول كلمة واحدة: الوعي. الوعي. تماما. شكرا كثير. أنا سررت جدا بهذا اللقاء. بتمنى أنه نكون وفقنا أنه نقدم للمتابعين والجمهور ما يفيد الفكر والتفاعل الثقافي. بشكر الدكتورة إشراقة مصطفى حامد على هذا اللقاء، بشكر الدكتورة مريم وقع الله على هذا اللقاء، بشكر الأستاذة ماريا، وكمان نقول مبروك لنا هذا الإنجاز. حقيقة إنجاز كبير، كتاب يحمل الكثير. صحيح كل كتاب في جزء من السيرة، ولكن يحمل الكثير في جعبته، يحمل مرايا من المجتمع السوداني، الفكر المتقد عند السودانيات الجميلات المثقفات، اللي أنا شخصيا فوجئت بصراحة، لأنه ما كنت بعرف هالكم الهائل من الثقافة وهالإنسانية عند صديقاتنا السودانيات. وكمان بشكر كل اللي تابعونا، بعتذر إذا ما قرينا كل التعليقات لأنه الوقت أكيد. نتشكرك نجاح، نتشكرك على الدعاية الجميلة للكتاب اللي لحد الآن بالمنابر الكردية ما أخذ حقه بصراحة. يعني هي أول استضافة، وهي أول مرة تسلط الضوء على هذا الإنجاز. نتشكر قناة فايز والقائمين عليه. شكرا كثير. ومن غيرنا يكتب سيرتنا، ومن غيرنا يكون عينا فيما نكتب وما نقدمه. وبشكر أصدقائي وزملائي في الكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب الصحفيين الكرد، بشكر الأستاذة والكاتبة رقية، بشكر كمان الأستاذة يسرى، ما بعرف إذا هي معنا ولا لا. بشكركم كلياتكم على متابعتكم، وبتمنى ماريا مريم دكتور إشراقة ما تغادرونا، بدنا نضل شوي بالاستوديو، ولكن بقول للأعزائي المشاهدين إلى حلقة قادمة، كونوا بخير، ونلتقي مجددا في موضوع آخر يكون لنا فائدة ومتعة. يا جماعة شو صار؟ نحن لسه لايف. والله يبدو نحن لسه لايف.